السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش لسحور رمضان بطريقه اقتصاديه جدا من مكونات بسيطه قوي. هنعمل كميه العيش الجميله دي من نص كيلو دقيق وشويه مكونات بسيطه. هنعمل احلى عيش للسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى الحلقه تعجبكم، اتمنى مشاهده لاخر الفيديو. متنسوناش في لايك للفيديو، شير للقناه، ويلا بينا على وصفتنا. عندنا كوباية من اللبن الرايب، ممكن نستبدلها بمية دافية. تمام. معلقتين من السكر، باكت خميرة، هنقلبهم كويس مع بعض، وهننزل معاهم بمعلقتين دقيق من نص كيلو دقيق، الكمية كاملة. هنقلبهم كويس قوي وبعدين هنسيبهم لحد لما الخميرة تتفاعل وننزل ببقية المكونات بتاعتنا. ننزل ببقية الدقيق، كمية نص كيلو يا جماعة، وهنزل عليه ربع كوباية من الزيت. وبس، هي دي كل المكونات بتاعتنا. هبدأ أقلب العجينة بتاعتي. ويا جماعة زي ما قلت لكم في أول الحلقة، احنا ممكن نستبدل اللبن الرايب ميه دافيه تعجني بيها، هتديكي نتيجه زي الفل. لكن انا كان عندي شويه من اللبن القطعين، فقلت استخدمهم، يعني ايه، ننتفع بيهم بدل ما نرميهم. تمام. هكمل العجينه بتاعتي وهوريكي قوام العجينه بتاعتنا عامل ازاي. يا جماعه، قوام العجينه بتاعتنا هتعجنيها حوالي 10 دقايق. لو عندك عجان تمام، مفيش عجان هتعجنيها على ايدك. انا عجنتها على ايدي اهي، ناعمه جدا. هنسيبها حوالي ساعه لان الجو برد تختمر، وبعدين هنرجع نشكلها مع بعض. يا جماعه، العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت ما شاء الله تبارك الرحمن اهي، هنبدا ننزل بيها كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. هنقطعها القطعيه بتاعتها اهي. طبعا التقطيع يرجع على حسب الرغبه، بس انا حابه اعملها زي الارغفه بتاعه شهر رمضان اهي. طبعا العجينه بتاعتنا بتلزق شويه لان فيها سكر. تمام اهي. هقطع الكميه وبعدين نرجع يعني نشكلها مع بعض. هنبدأ نبطط القرصات بتاعتنا بالشكل ده. شايفين يا جماعة اهو. ناخدها نحطها في الصينية بتاعتنا. طبعا هنسيب مسافات في الصينية لان الأرغفة بتاعتنا لسه هتختمر كمان. هي مش محتاجة مردنة ولا حاجة. ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هكمل الكميه وهنسيبها تختمر، وهوريكي قبل ما تختمر هنضيف لها اضافه كمان وبعدين ندخلها البوتاجاز. دي الارغفه بتاعتنا يا جماعه بعد ما اختمرت. انا اديتها مسحه بسيطه من اللبن الحليب، حابه تديها سمسم، حبه البركه. تمام. هندخلها على فرن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. مش بتاخد اكتر من تلت ساعه، وبتفتحي عليها الشوايه. وده العيش بتاعنا يا جماعة بعد ما طلع من الفرن. شايفين الجمال؟ حاجة كده تحفة جدا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وتاخدوا منها أفكار وتجربوها. وما تنسوناش في لايك للفيديو وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.